انت بتقبض كام من يوتيوب؟ السلام عليكم، بداية فلوج جديد ضرب نار اخواتي اللي وحشاني. طبعا فكرة الفيديو النهاردة بوم البوم. المهم قبل ما نبدأ ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب بالقناة عشان يوصل لك كل جديد من عبد الله العجوز، وكومنت من عندك حبيب قلبي. طبعا يا جماعه من يومين انا نزلت ستوري على الانستا. طبعا اللي مش مع الانستا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن عشان يوصل لك الاستوريات اللي بنزلها وبتاع. طبعا نزلت ستوري من يومين قلت فيه نزلت اسكي عليه وقلت اللي هيسالني اسئله بخصوص اليوتيوب عمل عليه فيديو يرد على اليوتيوب. هيظهر لكم دلوقتي. انا يا جدعان هسيب لكم اسك هنا تسالوني اي اسئله بخصوص اليوتيوب واعمل فيه فيديو ارد على كل المتابعين. مستنيكم. اول سؤال يا جماعه معانا دلوقتي وهو بتصور بايه؟ طبعا يا جدعان انا ده تليفوني اللي هو ده واخد منه سكرينات دلوقتي الاسئله وبرد من عليه دلوقتي. ودلوقتي انا بصور بتليفون السيد اللي بيديني تليفونه يا جماعه اصور بيه. سامسونج حاجه حلوه يعني. اغلبيه الفيديوهات بتليفون. نخش على السؤال التاني. اكتر يوتيوبر بتحبه؟ اكتر يوتيوبر بحبه طبعا يا جدعان اول واحد هو شادي سرور، تاني واحد عمر شاه، مفيش بعد كده. على السؤال التالت، انت عندك كام سنة؟ انا عندي 17 سنة وبروح المدارس على الامتحانات وكده يعني. ومعنى كده بعد كده برضو بجيب لكم برضو الفيديوهات من عندي وبعمل لكم فيديوهات جامدة جامدة يعني. المفروض تعمل مشاركة دلوقتي وتعمل لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد حبيب قلبي. يعني وكل التيم من بتاع اصلا 17 سنة. على السؤال الرابع وهو بتمنتج ببرنامج ايه؟ طبعا يا جدعان انا في الاول اول ما بدأت كنت بس ببنتج انا اللي بعمل فيديوهاتي تمام. المونتاج ده اكنه هواية. بحب المونتاج ده بالظبط كتير بحبه قوي. فالمونتاج كنت في الاول بستخدم كيم ماستر. وكنت بعد كده بعد ما اتطورت شوية استخدمت كاب كات عليه حاجات حلوة. للمبتدئين بقى كيم ماستر يا جدعان معلوش حاجات قد كده بس يعني للمبتدئين. واللي فاهم في المونتاج بيعمل اللي هو عاوزه يعني. نخش على خامس سؤال. يا جدعان وهو بتقبض كام من اليوتيوب؟ يا جدعان انا لحد دلوقتي ما قبضتش حاجة يعني ففي عدد مشاهدات المفروض بتجيبها وعدد مشتركين وكده. فما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك في القناة واعمل مشاركة لاصحابك. خلي كل الناس تشوف الفيديو ده علشان يجيب اعلى نسبة ولا ايه؟ السؤال وهو ناوي تستمر في اليوتيوب؟ وده سؤال. طبعا يا جدعان ده اليوتيوب ده انا بحبه اكتر من اي حاجة تانية. بحبه اكتر من التيك توك بقى، من الانستا، من السناب، الكلام ده كله. اليوتيوب ده ناس كتير شجعتني وناس كتير احبطتني وقالت لي كلام وحش فعادي بقى. بس اليوتيوب ده حياتي يعني. اعلى مشتركين الناس كلها تشوفنا. سابع سؤال يا جدعان وهو اكتر شخص وقف جنبك في الفيديوهات؟ طبعا دي مش محتاجة يا جدعان. اول واحد كان السيد من غير كلام. صورته هتظهر قدامكم دلوقتي. وده اكتر شخص وقف جنبي في الفيديوهات والتيم برضو كله يعني في اللي كده وفي اللي كده يعني بس كلهم حلوين يعني. تامن سؤال يا جماعة وهو بتزيد في اليوم كام مشترك؟ دي بقى حاجة بتاعت ربنا يا جدعان. ما اقدرش اتكلم فيها بس يعني على حسب الفيديو على حسب الناس اللي بتشوف. يعني انا زدت في يوم والله يعني مش بكذب. اول ما نزلت الفيديو اللي هو بتاع المقابر زدت 100 مشترك. فدي حاجة بتاعت ربنا. وبرضه كنت يعني ممكن في اليوم 3 4 5 15 الله اعلم. سؤال يا جماعة وهو مين اللي بيمنتج فيديوهات؟ هقول لكم. طبعا عبد المنعم عمار حبيب قلبي هو اللي
اديته فيديو بتاع لما ولعت في الكتب بتاعة عبد الله البوب، هو اللي منتج الفيديو وكان جميل. وبعد كده انا اللي بمنتج فيديوهاتي بقى، لان دي هوايتي اصلا، بحب امنتج حاجتي عشان اخلصها من هنا انشرها من هنا، عشان ما الفيديو ما يقعدش طويل يعني. سؤال والاخير يا جماعة، انت نفسك توجه رسالة لحد؟ بصوا بقى، هي حاجة اخيرة كده، انا بحب المشتركين ومحبين العجوز، وكل واحد بيحط لي لايك واشتراك في القناة وبيعمل كل حاجة ويكتب لي كومنت حتى لو يعمل قلوب فيه او نقط، فانا بحب اي حد بيقف جنبي يا جماعة. و حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، وهنقف جنبكم وهنعمل فيديوهات جميلة. اكتبوا لنا في الكومنتات اللي نفسك فيه. لو وصلت لحد هنا معرفش انت لسه عايش على الكوكب ده وما عملتش لايك ولا الاشتراك ولا كومنت ولا بعت الفيديو لاصحابك ولا اي حاجه، اعمل اللي انا قلت لك عليهم دول عشان يوصل لك كل جديد، عشان ما تشمرش حد.